وبدأ ينزل دلوقتي لكام؟ 1797. معناه إيه؟ معناه إن الذهب عالميا منخفض. طب في مصر زي ما احنا قلنا نتيجة بعض التجار بيعلوا سعر الدولار في مصر. يبقى التوقعات ايه بقى الاسبوع ده او التحليل بتاعنا الاسبوع ده؟ دلوقتي احنا عند النقطة كام؟ 1797 دولار. لو الذهب بدأ يرتفع فوق 1800 دولار هنتوقع تحسن الذهب، تحسن وليس ارتفاع. امتى نقول الذهب هيرتفع تاني؟ لو وصل مستويات 1830 دولار. لكن لو طلع 1800 ده تحسن، فوق 1830 هنتوقع ارتفاع الذهب 1840 و 1850. امتى الذهب منخفض؟ الذهب طول ما فوق تحت 1800 دولار الذهب في منطقة انخفاض، ممكن يوصل لمستويات 1790 و 1780 كمان. يعني هل الذهب يوصل 1780؟ ممكن. لكن انهيار الذهب يعني انهيار يعني زياد ينزل اكتر تحت 1780 دولار. يمكن النقطة القوية بالنسبة لنا الاسبوع ده هي النقطة 1780 دولار، تحتيه هنتوقع انخفاض الذهب. فوق 1830 هنتوقع صعود الذهب، ممكن يصعد ممكن يصعد. لكن النقطة بقى بين 1780 دولار و 1830 دولار كل دوت يعتبر مفيش اتجاه للذهب. ليه بقى؟ ان العالم كله منتظر يوم الاربعاء. يوم الاربعاء عندنا خبر الفدرالي الامريكي ده بيبقى بتوقيت القاهره الساعه 9 مساء. كل الناس بقى مستنيه هو الفدرالي هيعمل ايه؟ قال هيعلي الفايده. طب احنا ايه بقى اللي بيحصل؟ الخبر ما هو الا حركه في السوق. تاني الخبر ما هو الا حركه في السوق. يعني المره اللي فاتت الدهب طلع وبعد كده نزل، يعني ممكن خلال ساعه ممكن الدهب ينزل 30 دولار او ما يعود مثلا 300 نقطه، ممكن يطلع تاني. فاثناء الخبر في حركه عشوائيه. احنا بنقول للناس اثناء الخبر في الفدرالي ما حدش متوقع ده يطلع وينزل، ما فيش حد متوقع اثناء الخبر الفدرالي هل الدهب هينزل هل الدولار هينزل، ما حدش متوقع. هو بتبقى حركه عرض وطلب بالنسبه للذهب. احنا حلينا طبعا الذهب بشكل مختصر النهارده. ليه؟ وقلنا السبب في مصر زي ما قلنا ان في بعض الناس. ده بالنسبه لتحليل الذهب. هنلقي نظره سريعه على اليورو. اليورو مقابل الدولار مع العلم منطقه اليورو متحسنه من 6 شهور. ازاي؟ ان في شهر 9 تقريبا او في شهر 9 بالذات يمكن اليورو وصل لمستويات 95 سنت. دلوقتي وصل كام؟ دلوقتي اليورو وصل دولار و5 سنت. يبقى الدولار متحسن، اليورو انا اسف اليورو مقابل الدولار متحسن. اليورو متحسن، اليورو متحسن يمكن من 6 شهور. طيب هنيجي نبص للدولار مقابل الين. الدولار مقابل الين برضه متحسن. ليه؟ ان الين وصل لمستويات الدولار مقابل الين وصل 151 ين. دلوقتي تقريبا وصل كام؟ حوالي 133 ين. يبقى في ايه اللي بقوله دوت؟ معناه ان الدولار في مرحله انخفاض. الدولار في البورصه العالميه في مرحله انخفاض. ليه؟ عندنا اهو قدام اليورو منخفض وقدام الين منخفض. هنبدا بقى نشوف بعض مداخلاتنا النهارده وهنبدا بقى نتكلم